هلا يا باشا. محدش طلب مني، بس انا النهارده هتكلم على كل النوتات والكراسي اللي أنا بستخدمها وبستخدمها ليه. عشان هي مفيدة، ولو انت شخص افكار كتير في دماغك، يعني في حاجات كتيرة، فاحسن حاجة ان انت تعملها ان انت تحط الافكار دي على ورق. صدقني ده هيفرق معاك جامد. فانا هقول كل حاجة بستخدمها في ايه، لعل وعسى تفيد حد. اول نوتة البرتقاني دي بكتب فيها الافكار والادراكات المميزه، يعني ادراك عمل في مخي كده، فهي دي بتاع الادراكات دي. يعني مثلا في حاجه في 30/8/25 بعنوان الحياه طبقات، مش من غرور، ولكن لازم تبقي مدركه التدرج الهرمي للحياه وتتعاملي على اساسه عند ربنا ومن جوه غير. يعني ما تحسيش انك احسن من حد ولا حد احسن منك، ولكن لما تيجي تتعاملي لازم تبقي مدركة التدرج وما تسيحيش الدنيا ببعضيها. دي حاجة انا اتعلمتها في الشغل، لان انا كنت بتعامل حاجة ادركتها في الشغل، فدي كانت بالنسبة لي، بالنسبة لحد تاني ايه المعلومة العبيطة دي، بالنسبة لحد اخر دي معلومة عنصرية. مش مهم بالنسبة لي، مهم ان دي للحاجات اللي بتنور مخي بطريقة ما. النقطة التانية دي اسمها my day in a minute or 5. بيتكلم عن بعض الأسئلة، بتسألني بعض الأسئلة وأنا بجاوب عليها كل يوم بالليل. بحاول انتظم عليها عشان هي فيها جزء اتعلمت ايه في اليوم وبتمتني لايه في اليوم، فأنا بحاول أفكر نفسي بالحاجات دي. فدي برضو مفيدة لو حد عاوز يعمل حاجة شبه كده. اللي بعده دي النوتة اليومية بتاعتي، اكتشف. دي اللي بكتب فيها أهداف السنة. دي بعد محاولات كتيرة في نوتات بسنين، يعني أنا الموضوع ده بعمله بقالي سنين، فوصلت أخيرا للشكل المثالي للنوتة السنوية بتاعتي. أهداف السنة المادية والوصول بشكل معنوي، يعني على نهاية السنة دي عاوزاها بشكل معنوي هتكون عاملة ازاي. وبقسم السنة 4 تقسيمات، كل تقسيمة 3 شهور. مثلا دول كانوا أول 3 شهور. بعديها بكتب أهداف أول 3 شهور وعلياء في نهاية مارس. علياء في نهاية مارس دي ممكن أنا زمان كنت بعملها اللي هو متوقع علياء في نهاية مارس هتوصل ليه، بس دلوقتي بكتب علياء في نهاية مارس. أنا حاسة أنا اتغيرت ازاي من يناير لحد مارس. وطبعا بعد كده ببدأ أقسم كل شهر لوحدي أهداف الشهر اللي بيخدم أهداف ال3 شهور اللي كانت بتخدم أهداف السنة، عشان يبقى الدنيا واضحة بالنسبة لي وما احسش ان انا تايهة. وامشي في الخط اللي انا عاملاه، ما اجيش في اخر السنه واحس ان انا ما عملتش حاجه. بما اني مهتمه الفتره دي، السنه دي بدات اهتم بالفن البصري السينمائي اكتر، فبدات اكتب بقى الافلام اللي انا واقصقصها والزقها عشان دي حاجه مسليه، الافلام اللي انا بتفرج عليها. والاهداف بقى في نهايه الشهر بكتب ملخص يناير او على حسب الشهر يعني، واللي هو انا اتعلمت ايه المواقف المميزه بالنسبه لي، وهكذا بقى لحد احنا دلوقتي ايه، في اكتوبر. امم في اكتوبر عملت حاجة مختلفة كنت بدأها في سبتمبر الصراحة، ان انا عملت جدول 80% او ده جدول 20%، على حسب هنسميه ازاي، اللي هي فيها الحاجات اللي بتديني 80% من النتائج عشان ابقى مركزة. ثم كان حاجة بس بعمل عليهم تشيك، وببسط الروتين على قد ما اقدر عشان التزم بيه. هو بسيط بس فعال، فدي حاجة مثالية برضه. طبعا في بداية كل شهر بديله سيم معين، يعني انا عاوزة يعني ايه الهدف. وممكن كمان اعمل الشهور والحاجات دي حاجات على بنترست، دي ممكن نتكلم فيها بعدين، الفيجن بورد بتاع كل حاجة. دي نوتة انا مين. انا مين دي نوتة بكتب فيها، دي بدأها من السنين بس هي معايا وحاولت اجيبها تقدر تستحمل يعني عشان تفضل معايا وقت طويل. دي فيها ايه بقى، فيها بحاول فيها اعرف ايه القيم الاساسيه بتاعتي. عارفين الحاجات اللي هي محتاجه تستمر معانا سنين دي، انا بحاول اخليها في مكان ثابت عشان
زي مثلا اعرف ارجع لها بسهولة، زي مثلا القيم الاساسية بتاعتي. فانا كتبت اول مصفوفة القيم دي حاجة عملتها قبل كده، عملتها من زمان وكل فترة بجددها عشان اعرف ايه القيم الحقيقية فعلا اللي مستمرة معايا بتتكرر خلال السنين، وايه الحاجات المزيفة اللي بتبقى قيمة موجودة في اللحظة دي بس. فده طبعا بيخليكي تبقي فاهمة نفسك. تخيلي تبقي فاهمة نفسك بجد، محدش يقدر يصنفك او يهز صورتك عن ذاتك لما انت تكوني فاهمة انت مين. عشان كده الحاجات دي مهمة قوي، يعني لما تبقي عارفة انت رايحة فين وعاملة خطوات. بس خلي بالك يعني مثلا في النوتة دي هرجع اتكلم عنها تاني، ما تخليش الدنيا زي ما قلت، خليها بسيطة مش معقدة. ما تخليش كل حاجة ليها طريق محدد عشان تدي مساحة للحياة تفاجئك بطريقة ايجابية ان شاء الله يعني. بس تدي مساحة ان حاجات تيجي بشكل غير متوقع، فانت بس بتحطي الحاجات الاساسية. زي مثلا قلتلك حطيت الحاجات اللي هي بتديني 80% من النتائج، اللي هما حاجتين. يعني انا حرفيا في اكتوبر مركزة على حاجتين بس، وكاتباهم بكتبهم كل شوية عشان افضل فاكرة. ال20% بتاعتي اللي هتديني 80% من النتائج ان انا اقوم للفجر، وان انا احس ابص لكل حاجة بشكل ايجابي. بجد هما حاجتين بس هيفرقوا بقى على كل حاجة. يعني انا لو قمت الفجر تلقائي هعمل الروتين بعد الفجر، هقعد مثلا اقرا قرآن، هذاكر مش عارفة ايه، فتلقائي فاهمة. انا كنت اتكلمت في ده عن فيديو قبل كده برضو، اسمه ازاي تستغل اخر 3 شهور في السنة. المهم هديكم افكار بقى عن النوتة بتاع انتي مين. مثلا القيم، في حاجة كنت عاملاها، انا بتكلم بسرعة عشان في مساحة بسيطة في الكاميرا وهتخلص يعني، فمش هعرف اقول حاجة تاني. انا مين، فانا رسمت نفسي في النص وطلعت منها حاجات بقول انا مين على جميع المستويات. مش هوريكم عشان الرسمة مش حلوة. وبعد كده انا عاوزه ابقى مين، يعني انا مين دلوقتي وعاوزه ابقى مين. دي صفحه ودي صفحه، ترسمي طبعا تحاولي كده تدي بعد كده صفحه فيها سني و... وشويه حاجات عني برضو. انا عندي 24 دلوقتي لسه. انا مولوده فين وامتى، تاريخ ميلادي عاملاه برضو بصفحه. ايه الحاجات اللي انا بحبها، مثلا my daily routine. لا يا اما daily routine دلوقتي، يا اما اللي انا عاوزه اكونه. my goals at the moment، ايه الاهداف بتاعتي دلوقتي. النقاط القوة والضعف، حاجة بتخليني سعيدة، اماكن عاوزة ازورها واماكن زرتها، رسالة ليا بحيث ان انا طبعا بما انها مستمرة معايا فانا هشوفها بعد سنين واشوف ايه الرسالة ليا. وبعدين كاتبة فيها اسئلة مهمة بسألها لنفسي كل فترة علشان افهم انا مين تاني، عشان الانسان بيتغير. عاوزة ايه ظاهريا وباطنيا، لا اتنازل عن ايه في الحياة. دي كلها حاجات لازم تبقى عارفاها عن نفسك. ايه الانجازات بتاعتي عشان لما احس ان انا فشلت في الحياة افتكر. يعني مثلا عيد ميلادي 21 انا كنت كاتبة فيها برضو النوتة دي، وكاتبة النهاردة من 21 سنة، وكتبت رسالة لنفسي هشوكو. دي نوتة مهمة ليكي برضو. النوتة دي بقى دي بتتكلم عن ايه؟ بما انها لون احمر ومكتوب فيها بالاحمر برضو، يعني كانت ده ازرق، بس انا يعني كان اكيد ما كانش معايا قلم احمر ساعتها. دي بكتب فيها الحاجات اللي انا نفسي اعيشها وبكتبها بالتفاصيل، وفي ساعات كده باجي اقراها واستشعرها كده، لان انتي كاتبه بالتفاصيل والمشاعر، تستخدمي الحواس بتاعتك. يعني كاتبه اللحظه اللي انا عاوزه اعيشها بكل حاجه، يعني الريحه هتبقى عامله ازاي، الضوء، الملمس. دي يعني مسموح ليكي تحلمي فيها براحتك، ملهاش قواعد. ربنا ايه كريم. بعد كده عندنا دي بذاكر فيها الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس الصراحة، عشان انا حاسة ان انا محتاجة اطور رؤيتي الفلوس، العالم المالي ده بيمشي ازاي. دي بقى بكتب فيها بما اني مسلمة يعني، فانا بحاول اكتب فيها الحاجات اللي انا بفهمها من القرآن اللي اقدر اطبقها بمستوى وعي دلوقتي. مش بدور على تفسيرات الناس، يعني مثلا ماشي ممكن ادور على تفسيرات الناس، ولكن ممكن تكون اعلى من مخي دلوقتي. فانا بحاول افهم انا فاهمة ايه من الموضوع ده دلوقتي، واقدر اطبق منه ايه، وواحدة واحدة وعيك بيزيد، لان ربنا شايفك بتقدري الوعي بتاعك وتستخدميه، فهيزودلك الوعي اكتر من كده. دي نوتة بقى لازم تخلي عندك نوتة حاجات فنية، هي مش لازم تكون فنية قوي، هي ممكن تقعدي تقصقصي وتلزقي خلاص عشان مسلية، كأنك بتلعبي يعني.
رجعي روح الطفولة اللي عندك. ودي بكتب فيها الافكار الكرياتيف بالنسبة لي، انا بحسها كده وبقعد اعمل. ودي مهمة جدا، اللي بفرغ فيها المشاعر بدون اهتمام، يعني بس بكتب فيها مشاعري في اللحظة زي ما هي، ومش مهتمة حد يشوفها ولا لا، ومحدش هيشوفها، ولا لو حد شافها مش هيفهم انا كاتبة ايه، عشان ده نبش فراخ. لان انا بكتب بدون تفكير، انا بس عاوزة اكب هنا عشان اطلع من هنا. طبعا لو مش عاوزة نوتات ورقية، النوتة بتاع التليفون اثرت في ايه، اي فكرة بتيجي في دماغك دي تكتبيها. طبعا مش لازم تعملي كل دول، انا عندي اصلا جوه تاني، لان انا اصلا بحب الورق جدا، انا كنت بجمع الورق وانا صغيرة عشان بحبه. مش لازم تعمليهم كلهم، بس خدي ايه اللي ينفعك منهم وطبقيه معاكي وبس. اتمنى ان تكونوا استفدتوا لو واستمتعتوا. شاركوها مع حد لو حاسين ان هو يفيدهم برضه. اتمنى ان انا ما كنتش كروت حاجه وعطيت كل حاجه حقها، انا كنت بتكلم بسرعه عشان الكاميرا هتفصل، ولكن هو انا كل مره الكاميرا تبقى هتفصل دي انا محتاجه اشوف الموضوع ده. كل مره الكاميرا تبقى تفصل مني. بس الى اللقاء.